في بداية كل سنة ناس كتيرة بتستغل إن هي بداية سنة جديدة في إنهم يحاولوا يتغيروا، بس للأسف الدراسات بتقول إن أغلبية الناس فوق 90% من الناس بتفشل في إن هي توصل للأهداف اللي هما بيحطوها في بداية السنة. زي مثلا واحد يقول أنا من بداية السنة دي هلعب رياضة أو هبتدي أذاكر كويس أو هاخد كورس إنجليش وهبتدي إن أنا أركز وأطور من مهاراتي، بس للأسف ناس كتيرة جدا مش بتستمر. بس الحاجة الكويسة اللي احنا هنركز فيها في الفيديو ده اللي فيه أسباب بتخلي الناس ما تستمرش، فالنهاردة هنتكلم على 3 حاجات لو طبقتهم فعلا في حياتك هتلاقي نفسك من الأقلية اللي حياتها ابتدت تتغير فعلا في السنة الجديدة. أنا مينا ضيف، لايف كوتش ومهندس ويوتيوبر، وفي القناة هنا احنا بنهتم ان احنا نعمل محتوى عربي يقدر يفيد الناس في ان هي تبقى productive اكتر وان هم يوصلوا لأهدافهم يبقوا ناس ناجحين. خلونا كده نبتدي الحلقة بقصة. كان في واحد عالم نفس اسمه سورن دايك عمل تجربة ان هو جاب قطة او مجموعة من القطط وكان بيحط كل قطة في مكان كده زي البوكس او اوضة، وبيبتدي يحط للقطة اداة للخروج، يعني حاجة مثلا يدوس عليه القطة تدوس عليها فباب يتفتح فتخرج من المكان اللي هي فيه، وبيكون مجوع القطط دي بحيث ان هو يحفز القطة اللي هي تتحرك وتطلع من الأوضة اللي هي فيها. فاكتشف اللي في البداية القطة عشان تكتشف المكان اللي هو بتدوس عليه عشان خاطر الباب يتفتح فتخرج كانت بتقعد وقت كتير، ممكن تقعد دقيقتين 3 دقايق، لكن مع تكرار التجربة دي ابتدى ان الوقت دوت يقل. فبدل ما القطة بقت تاخد 3 دقايق ابتدى الوقت ده يقل دقيقتين لدقيقة، اللي بعد كده في النهاية بعد كذا تجربة القطة بقت تخرج في أقل من 10 ثواني. فاحنا وصلنا من 3 دقايق لأقل من 10 ثواني. طب احنا بنقول القصة دي ليه؟ لأن القطة عملت زي سيستم كده للخروج من المكان اللي هي فيه، والسيستم ده كل مدى كانت بتطوره لغاية ما وصل لأقل من 10 ثواني في إن هي تخرج. طبعا الموضوع بسيط جدا، لكن احنا برضو بنتكلم على عقل قطة، فما بالك بقى عقل الإنسان ممكن يوصل لإيه. فعشان كده احنا النهاردة هنتكلم على 3 حاجات هتساعدنا زي القطة كده إن هي قدرت توصل لهدفها اللي هي تخرج من المكان اللي هي فيه. فاحنا برضو هنقدر نوصل لهدفنا. طيب اول حاجه هي ايه؟ اول حاجه هي ان احنا نحدد هدفنا. القطه كان عندها هدف ان هي تخرج عشان خاطر هي جعانه، فلما تخرج هتلاقي اكل. احنا برضو لازم نشوف ايه الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. انا عايز اعرف اتكلم انجليش ليه؟ عشان منظرة ولا عشان هستخدم الانجليش دوت في ان انا الاقي شغل؟ لان انا هستخدم الانجليش ده في التواصل مع ناس، فهقدر ان انا الامباكت بتاعي يزيد على الناس، وان انا اقدر اوصل لاماكن ما كنتش اقدر اوصل لها من غير لغة، وان انا اقدر اوصل لعلم واقدر استفيد بعلم انا ما كنتش عارف اوصل له من غير اللغة دي، من غير الانجليش. فلما بنحط الهدف قدامنا ويبقى واضح كده ويبقى الموتيف ده دايما قدامنا، ده بيحفزنا ان احنا نكمل. طيب حطينا الهدف لوحده مش كفاية. كل الناس نفسها تبقى عندها انجليش كويس قوي، كل الناس نفسها تبقى اغنية، كل الناس نفسها تلعب رياضة، لكن مش كل الناس توصل لأهدافها. ليه؟ اللي بيطبق السيستم بس. أول مرحلة، النقطة التانية بقى هي السيستم. اللي بيعمل سيستم كويس وبيطبقه هو بس اللي بيوصل. يعني ايه سيستم؟ هنشرحه بالتفصيل. هدي كده اكزامبل بعد ما نقول ال3 نقط، هدي اكزامبل على حياتي الشخصية او الاهداف الشخصية، وهقول لكم ازاي بحط سيستمز لنفسي عشان خاطر اوصل لاهدافي. طيب تالت حاجة هي ايه؟ تالت حاجة هي البيليفز، سيلف بيليفز. انا فعلا مصدق اني هوصل للحاجة اللي انا بحلم بيها دي، ولا بحط كده شوية اهداف وفي الاخر انا اصلا مش مصدق ان انا هوصل لها. دي بوينت مهمة جدا اتكلمنا عنها كتير وهنفضل نتكلم عنها. هي احنا شايفين نفسنا ازاي؟ شايفين نفسنا ان احنا ناجحين، ولا شايفين نفسنا ان احنا مش ناجحين؟ شايفين نفسنا ان احنا اشخاص رياضية تهتم بصحتها، ولا شايفين نفسنا ان احنا عكاكين او بناكل اي اكل وخلاص؟ فخلينا كده نلخص نقول برضو 3 نقط تاني. اول حاجة نحدد الهدف، تاني حاجة نبني سيستم قوي، تالت حاجة نصدق في السيستم اللي احنا عملناه ونصدق في نفسنا. طيب خلونا كده زي ما اتفقنا ان انا هطبق ال3 حاجات دي على هدف شخصي عندي عشان تفهموا اكتر ويكون الكلام عملي. فالهدف اللي انا عايز اوصل له هو ان انا ابقى عندي قناة يوتيوب ناجحة بقدم فيها محتوى بيفيد الناس ان هم يبقوا productive اكتر. ومش بس يبقى عندي قناة يوتيوب، لا، انا هدفي ان انا استغل الخبرات اللي انا
اكتسبتها سواء من تجاربي العملية أو من الكتب اللي باقراها في إن أنا أفيد الناس، فجزء من الموضوع دوّة هو عن طريق اليوتيوب. فعشان أوصل للهدف دوّة لازم يكون في system وهو الخطوة التانية. طيب إيه الsystem اللي أنا حطيته؟ الsystem اللي أنا حطيته إن أنا أعمل نظام يوصّلني إن أنا أقدر أنزّل فيديو أسبوعيًا، كل أسبوع يبقى فيه فيديو جديد، لإن دايمًا لازم يكون في سواء يعني أيًا كان الهدف اللي أنت عايز توصل له، لو ما فيش consistency أو ما فيش اتساق، يعني أنت مش بتكمّل في الحاجة اللي أنت بتعملها دايمًا هتفشل. هتلاقي ناس بتبتدي حاجة ومش بتكمّلها، مثلًا واحد بييجي يشتري كاميرا ويقول أنا هابتدي أصوّر بيها ويعمل page ويبتدي يصوّر، بس يلاقي إن هو الناس اللي عارفاه قليّلة، لقى نَفْسه مش معروف، فجاله إحباط ووقّف. دايمًا أي حد هيبتدي أي حاجة هيُقع في الحتّة دي، اللي هو البداية، ما حدّش بيبقى عارفك، فلو ما كمّلتش، لو مش بتعمل حاجة باستمرارية، عمرك ما توصل للهدف. ففي البداية لازم إن إحنا الsystem دوّة يبقى فيه consistency أو فيه اتساق، إن أنت تعمل حاجة regularly. فدلوقتي أنا باعمل كده عن طريق إن أنا باعمل فيديو كل أسبوع. خلّي بالكم من حاجة، لمّا أنا جيت أحدد الهدف، أنا قُلت أنا عايز أبقى عندي قناة يوتيوب ناجحة، وحطيت system إن أنا أعمل فيديو كل أسبوع، وقُلت إن أنا في نهاية السنة هابقى عملت حوالي 50 فيديو. لو عملت كل أسبوع فيديو هيبقى حوالي 50 فيديو على نهاية السنة. ده الهدف اللي أنا عايز أوصل له. أنا ما قُلتش أنا خلّي بالكم من النقطة دي عشان مهمة جدًا، ناس كتيرة بتقع فيها. أنا ما قُلتش أنا عايز أوصل لعدد معيّن من المشتركين، مثلًا عايز أوصل ل100,000 مشترك أو 1,000,000 مشترك، أنا ما قُلتش كده. ليه؟ لإن دي حاجة خارج الcontrol بتاعي، لكن الحاجة اللي أنا أقدر أتحكم فيها، اللي هي I am in control، هي عدد الفيديوز اللي أنا أقدر أنزّلهم. وعدد الفيديوز كل ما يزيد، كل ما عدد الsubscribers هيزيد، فأنا برضه باتحكم في عدد الsubscribers، بس أنا باشوف الحتّة الin control. فدايمًا ركّز على الحاجة اللي في إيدك، ما تقولش أنا عايز أوصل لعدد معيّن من الناس اللي هي مثلًا تشتري الcourse بتاعي، أو إن هي تتعلّم الحاجة الفلانية اللي أنا بادرسها، لكن حدد هدف أنت اللي تقدر توصل له، مش مُعتمد على رَد فعل الناس. طيب حاجة برضه تانية مهمة، أنا قُلت هاعمل فيديو كل أسبوع، ما قُلتش إن أنا هاعمل 3 فيديوهات في الأسبوع، ولا قُلت إن أنا هاعمل فيديوز على قد ما باقدر أو على قد ما أقدر. ليه قُلت مرّة في الأسبوع؟ لإن أنا لو عملت أكتر من مرّة في الأسبوع ده هيأثّر على بقية جوانب حياتي، فهيبقى في unbalance في الsocial life بتاعتي، في الwork، في كذا حاجة. آآ لكن لو قُلت مرّة واحدة في الأسبوع، فأنا هاقدر ألتزم فعلًا بده. وبرضه لو سِبت الموضوع اللي هو أنا هاعمل فيديوز على قد ما هاقدر، يعني قدرت أعمل 3 فيديوهات في الأسبوع أوكي، قدرت أعمل فيديو واحد بس أوكي. لو سِبت الموضوع كده هالاقي نفسي مش قادر إن أنا أضغط على نفسي عشان أوصل للهدف اللي أنا عايزه. هالاقي اللي بعد كده مع الوقت إني مش باعمل فيديوهات خالص، وأنا جرّبت المرحلة دي فعلًا، كنت باقول إن أنا هاعمل فيديوز على قد ما أقدر، ولقيت نفسي إن أنا وقّفت، لدرجة إن أنا وقّفت سَنة كاملة أو أكتر من غير ما أعمل فيديوز. طيب دلوقتي أنا حطيت هدف، و عشان أوصل للهدف دوّة محتاج إن أنا أكمّل الsystem بقى. يعني إحنا حطينا الsystem إن أنا هاعمل فيديو كل أسبوع. طب هاوصل للفيديو كل أسبوع ده إزاي؟ لازم أقسّم الtask الكبيرة دي، اللي هو اللي أنا أعمل فيديو، لتاسكات صغيّرة، وأشوف كل task هاعملها إمتى. لإن ما ينفعش نسيب الدنيا سايبة كده، اللي هو أنا هاعمل فيديو كل أسبوع، ألاقي نفسي في الآخر مش قادر أوصل لده. لكن لو قسّمته لتاسكات صغيّرة هاقدر أوصل. فقسّمت الفيديو، أول حاجة إن أنا محتاج أعمل research على الtopic اللي أنا هاتكلّم فيها. بعد ما أعمل research على الtopic، طبعًا topic يكون الناس مهتمة إن هي تسمعه، ما ينفعش أتكلّم على حاجة الناس مش مهتمة بيها أصلًا. فدي أول نقطة. تاني نقطة هي إن أنا أعمل scripting، يعني إن أنا أبتدي أكتب الموضوع اللي أنا هاتكلّم فيه، بحيث إن هو ما يبقاش طالع عشوائي. في نفس الوقت برضه مش باعمل script اللي هو باقول كل كلمة أنا هاقولها، أو باكتب كل كلمة أنا هاقولها، بادّي لنفسي مساحة للimprovising، ده بيبقى أفضل. تالت حاجة بعد ما أعمل scripting هي إن أنا أبتدي أصوّر، وبعد كده بعد مرحلة التصوير هي مرحلة الediting، إن أنا أبتدي أعمل graphic effects وأشيل الأجزاء اللي في الفيديو اللي بايظة. وبعد كده باعمل upload للفيديو، وباعمل marketing، إن أنا أبتدي أعمل share للفيديو في كذا مكان بحيث إن الناس تبتدي تشوفه. وبعد كده بابتدي أعمل analytics، إن أنا أبتدي أشوف أبتدي أدرس الanalytics، يعني الفيديو ده جاب مشاهدات كتيرة، طب جاب مشاهدات كتيرة ليه؟
الفيديو ده ما جابش مشاهدات كتيرة، ما جابش مشاهدات كتيرة ليه، وابتدي ان انا اطور من الفيديوهات اللي انا عاملها بعد كده. فهو ده السيستم اللي انا عامله. برضو عامل حاجة ظريفة ان انا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي عامل جراف كده حاطط فيه عدد الفيديوهات اللي انا نزلتها كل شهر، والفيوز بتتحرك ازاي، عدد السبسكرايبر بيتحرك ازاي. كل الحاجات دي بتساعدني ان انا اقدر اعمل فيجواليزيشن للي انا عايز اوصله. يعني مثلا دلوقتي انا هكتب كده random numbers. لو كتبت الراندوم نمبرز دي زي ما انتوا شايفين هتلاقوا ان الكيرف ابتدى يزيد. طيب هل الزيادة دي كويسة مش كويسة؟ طب انا ممكن اضغط اكتر من كده بحيث ان انا اوصل لهدفي اسرع. فدايما الفيجواليزيشن بتبقى حلوة. انا اتعلمت الموضوع ده من الناس الكوريين، لما بيعملوا ريبورتس كده لكل حاجة هما بيعملوها، ما بيسيبوش اي حاجة للحظ. كل حاجة بتبقى دوكيومنتس، كل حاجة متسجلة في اكسل شيتس، فمفيش الحظ ما بيلعبش اي دور في الموضوع، كل حاجة مدروسة كويس جدا. عشان كده الناس دي نجحت واحنا محتاجين احنا نتعلم منهم الحاجات الكويسة. طيب بعد ما طبقنا الموضوع دوت على هدف شخصي عندي، تعالوا نطبقه على حاجة كده افتراضية، بحيث ان لو حد عنده حاجة شبه دي، لو الهدف اللي انا بتكلم فيه ده مش هدف انتوا عايزين توصلوا له يعني، فممكن انت تكون هدفك مختلف. فتعالوا كده نطبق على حاجة ممكن تبقى جنرال شوية. هي واحد عنده الباشن هو الموسيقى، ممكن يكون شغال في بنك مثلا بس بيحب الموسيقى، بيحب ان هو يعزف، بيحب ان هو يعلم الناس مثلا العزف. فالشخص ده قرر ان هو يدي كورسات بس من غير سيستم، من غير هدف، من غير ما يصدق في معتقداته ان هو هيغير معتقداته. هيلاقي نفسه ان هو ما بيكملش في ان هو يدي كورسات الموسيقى. طيب عشان يوصل لهدفه في السنة دي يعمل ايه؟ اول حاجة محتاجها هي انه يحط هدف. انا عايز اعلم الناس الموسيقى ليه؟ عشان انا عايز مثلا استغل الباشن بتاعي والشغف بتاعي عشان اقدر ادخل فلوس من الموضوع دوت، وعشان خاطر انا مش حابب مثلا ان انا اشتغل في بنك. فالحاجة دي هي اللي انا بحبها فعلا. وانا هحط سيستم بعد كده، اللي هي الخطوة التانية، انا هحط سيستم عشان اوصل لده. والسيستم طبعا لازم يبقى حاجة عملية اقدر ان انا اعملها. فالشخص دوت بيشوف ايه هي الحاجات اللي هو عايز يعملها والوقت المناسب او الوقت اللي هو فاضي. طبعا هو بيشتغل مثلا من 8 ل 4 او من 8 ل 5 كل يوم ما عدا يوم الجمعة والسبت. فهو هيقرر ان هو يكرس الوقت الفاضي في، او جزء يعني من الوقت الفاضي لانه عنده حاجات تانية في حياته، للتدريس الموسيقى. فهيقرر في الاول ان هو يستغل الجمعة والسبت في ان هو يبتدي يعمل المحتوى بتاع الكورس، مثلا ان هو يصوره. هيحضر طبعا الاول المحتوى وهيبتدي ان هو يصور الفيديوهات دي يوم الجمعة والسبت. وهيستغل باقي ايام الاسبوع بعد الشغل، هياخد كل يوم نص ساعة ان هو يبتدي يعمل edit للفيديوز بتاعته اللي هو عاملها، يبتدي يرفعها على learning management system مثلا زي يوديمي، او يحطه على الفيسبوك على البيج بتاعته. ويبتدي يعمل ماركتنج للكورسات دي. كل يوم بعد الشغل لو اشتغل نص ساعة، لو عمل قسم التاسك الكبيرة لتاسكات صغيرة خالص، هيبتدي يوصل فعلا للهدف بتاعه. وبالنسبة للبداية هيبقى عارف طبعا ان مش ناس كتيرة هتشتري الكورس دوت، فهيبتدي يعمل ماركتنج وهيبتدي ان هو يتعلم من العدد القليل. يعني دايما في البداية هيبقى العدد اللي جاي له عدد ناس قليل، بس هو مع الناس القليلة دي هيبتدي يتعلم، لان هو ما ينفعش فجأة يجيله 100 واحد عايزين ياخدوا الكورس. هو مش هيقدر يستوعب اصلا ان هو يدرس 100 واحد مرة واحدة. لكن لو جاله واحد بس اتعلم فيه وابتدى يطور من نفسه، مرة تانية جاله 2، جاله 10، ابتدى هو يتطور مع اللي هو يقدر يستحمل عدد الناس الكبير. فالبيزنس بتاعه هيبتدي يكبر واحدة واحدة. وبعد كده أول ما يوصل لمرحلة إن هو يبقى عنده فعلا عدد ناس بتاخد الكورس عنده، هيقدر إن هو يروح الشغل يقول لهم أنا هقدم استقالتي، وفعلا يقدم استقالته ويبتدي خلاص كده كده السايد بيزنس دوت بيدخله انكم كويس يقدر يعيشه، فهيعتمد عليه. وفي الحالة دي كمان لما يسيب الشغل هيبقى عنده وقت اكتر، فالانكم اللي كان جايله القليل هيبتدي يزيد. فده كده يعني سيستم بسيط. طبعا السيستم ده بيبقى فيه تفاصيل اكتر من كده، بس احنا عشان بنقول فيديو في مثلا 10 دقايق او 20 دقيقة فمش هنقدر ان احنا نقول كل التفاصيل. لكن للناس اللي عايزة تعمل سيستم للبيزنس بتاعها تقدروا تتواصلوا معايا. هعمل معاكم كوتشنج سيشن، وهقدر ان انا اقعد معاكم واوصلكم لسيستم
تقدروا ان انتوا من خلاله تتطوروا وتوصلوا للهدف اللي انتوا عايزين توصلوا له في نهاية السنة دي. و اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. غالبا في background noise، سوري، بس المهم ان انتوا تكونوا استفدتوا. اتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب على القناة. انتوا ليه مش بتعملوا سبسكرايب؟ في ناس بتعمل سبسكرايب، بس الناس اللي ما بتعملش سبسكرايب اعملوه عشان خاطر تساعدونا ان احنا نكبر، وعشان خاطر انتوا كمان يوصل لكم الفيديوهات اللي احنا بنعملها، فيبقى وين وين. و كفايه كده رغي، ووصلنا لنهايه الحلقه. اشوفكم الفيديو الجاي.